عندك رائحة فم كريهة صح؟ خصوصا بالنهار وانت صايم في رمضان الريحة دي بتزيد قوي ومش عارف تعمل ايه ولا تتخلص منها ازاي. انا بقى جايلك في الفيديو ده عشان اقولك على شوية طرق طبيعية هتعملها في البيت هتقدر بيها تتخلص من رائحة الفم الكريهة في رمضان من غير ما تروح للدكتور. خليكم معايا. السلام عليكم، معكم دكتور مصطفى هيكل، برحب بكم في فيديو جديد. رائحة الفم الكريهة من اكتر المشاكل المنتشرة عند كل الناس وبتزيد اكتر في رمضان خصوصا وانت صايم عشان كمية اللعاب اللي في الفم بتقل، لان انت طبعا صايم ومش بتشرب اي سوائل، فلما كمية اللعاب دي تقل تبتدي تظهر عندك رائحة الفم الكريهة. ليه بقى؟ لان البكتيريا بتنشط في المكان اللي بيبقى فيه اللعاب كميته قليلة، فعشان كده البكتيريا دي بتنشط وبتسبب رائحة فم كريهة. طيب الحل ايه بقى يا دكتور؟ اول حاجه طبعا هتعملها هو لازم ان انت تغسل اسنانك على اقل مرتين في اليوم في رمضان، مره بعد الفطار ومره بعد السحور. المرتين دول مهمين جدا. وممكن كمان لو انت بتحب تغسل اسنانك اكتر وبتحب بقك يكون نضيف طول الوقت، ممكن كمان تغسل اسنانك ما بين الفطار والسحور، يعني على حوالي الساعه 10 11 كده. لو انت اكلت حاجه او حاجه ممكن تغسل اسنانك تاني. طيب بقى تاني حاجه هتعملها معانا هو انك لازم بعد كده تشرب كميه كبيره من السوائل ما بين الفطار والسحور، خصوصا الميه، عشان تعوض الفقد اللي حصل طول اليوم في الميه في جسمك، وجسمك يبقى فيه كميه ميه مناسبه عشان يتوفر لعاب اثناء فتره الصيام في الفم. وطبعا لو اللعاب كتير في الفم طبعا انت مش هيبقى عندك رائحه فم كريهه في رمضان. وطبعا زي ما قلت قبل شويه انه لما البكتيريا عددها بيزيد نتيجه ان اللعاب بيقل فبتزود دي عندك نسبه التعرض لرائحه الفم الكريهه. طيب بقى في ناس كتيره قوي بتسال سؤال مهم جدا، هو انا لو استخدمت مضمضه في نهار رمضان دي تخليني افطر؟ لا، في الحقيقه لا خالص، ما فيهاش اي مشكله، لان انت بتتمضمض وبتتف او بتبصق المضمضه دي وما بتبلعهاش، طالما ما دخلتش الحلق خلاص كده كده مش هتفطرك ولا حاجه. طيب بقى ايه هي الحاجات الطبيعيه اللي انا ممكن استخدمها عشان تقلل رائحه الفم الكريهه عندي في رمضان؟ انا اقول لك اول حاجه ان انت ممكن تستخدم زيت جوز الهند، لانه زيت جوز الهند ده بيبقى زيت عطري ممكن تتمضمض بيه، وهقول لك ازاي. طيب بقى هستخدمها ازاي؟ كل اللي انت هتعمله هو انك هتجيب معلقه كبيره من زيت جوز الهند وتبتدي تتمضمض بيها. طيب اتمضمض بيها امتى؟ بص ركز معايا في المواعيد قوي. اول حاجه هتتمضمض بيها بعد الفطار، بعد ما تخلص اكل وغسلت اسنانك ممكن تتمضمض بيها. وتاني فتره برضو ممكن تتمضمض فيها هو بعد السحور، برضو هتخلص سحورك وكل حاجه وتغسل اسنانك وتتمضمض بالمضمضه دي. طيب وممكن كمان خلال فترة النهار لو انت حسيت ان انت مش مرتاح وعندك رائحة نفس كريهة ممكن كمان تتمضمض بيها خلال النهار. وطبعا زي ما قلت قبل شوية ما تقلقش، هي مش بتفطر ولا حاجة طالما انت ما بتبلعهاش. تاني حاجة بقى معانا برضو بنستخدمها وكويسة جدا في علاج رائحة الفم الكريهة في رمضان هو المضمضة بالميكس او الخليط ما بين زيت جوز الهند وزيت القرنفل. طيب بقى استخدم الوصفة دي ازاي؟ كل اللي انت هتعمله انك هتجيب معلقة كبيرة من زيت جوز الهند وتحط عليهم نقطتين من زيت القرنفل وتقلبهم كويس وتبتدي تتمضمض بيهم برضو زي ما قلت قبل شوية مرتين، مرة بعد الفطار ومرة بعد السحور. ممكن كمان تتمضمض بيهم خلال اليوم، وهتتمضمض بالمضمضة دي لمدة دقيقتين طبعا، وبعد كده تبصقها ما تبلعهاش. تالت وصفة برضو معانا ممكن نستخدمها برضو عشان نتخلص من رائحة الفم الكريهة في نهار رمضان، هي باستخدام القرنفل والقرفة وزيت النعناع. كل اللي انت هتعمله بقى في الوصفة دي هو انك هتجيب القرنفل المطحون مع القرفة وتغليهم في مية على النار، واول ما يخلصوا غليان تشيلهم وتصفيهم كويس وتستنى 10 دقايق عشان المية دي تبرد شوية، وبعد كده تضيف ليها بضع قطرات من زيت النعناع وتسيبها تبرد في التلاجة وتخزنه في برطمان. تبتدي تتمضمض بيه كل يوم برضو زي ما قلت مرتين في اليوم، مرة بعد الفطار ومرة بعد السحور. ولو حسيت ان مش مرتاح خلال النهار في رمضان ممكن برضو تتمضمض بيها عادي، ما فيهاش اي مشكله خالص. وبكده بقى نكون خلصنا موضوع حلقه النهارده. اتمنى يكون استفدتم من الوصفات دي ان شاء الله، وباذن الله تتخلص من رائحه الفم الكريهه اللي مضايقاك في رمضان. اتمنى يكون الموضوع عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش بقى الشير كتير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس والناس كلها تستفيد. اتمنى لكم صحه كويسه. سلام.